اهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم اي مشكله ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات او على صفحتنا على فيسبوك، وباذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهارده. انا راجل كنت متجوز من الانسانه اللي عمري في حياتي ما حبيت غيرها، هي اول حب في حياتي وما افتكرش هشوف زيها تاني. انا للاسف طلقتها من سنه، اتجوزتها 3 سنين كانوا احلى 3 سنين في حياتي، وبعدها جه حوار الخلفه بقى والتحاليل والاشعه، طلع عندي المشكله ومفيش امل. خيرتها، قالت لي لا انا عاوزاك وما فارقش معايا عيال. المهم انت عشت معاها، بس طول الوقت حاسس ان في حاجه ناقصه، حاسس اني ظالمها، لانها كانت بتحب الاطفال وبتحب كمان ولاد اخويا في البيت، وعلى طول كانت بتقعد تسرح لهم شعرهم وتذاكر لهم. حسيت انه لازم اخليها تشوف حياتها يعني، مع انها عمرها ما اتكلمت ولا لمحت حتى، ولا قالت لي حتى خدت العلاج ولا لا عشان ما تجرحنيش. كانت بتقول لي انت ابني وده رزقي وانا حمد ربنا. بس جيت في يوم وديتها عند بيت ابوها زياره، قلت لها روحي زياره، وتاني يوم جبت المأذون في ايدي ورحت. حرفيا كله اتفاجئ من اللي بعمله، حتى هي سكتت وخدتني على جنب وقالت لي طب ليه بتعمل كده، وقعدت تتحايل عليا ان بلاش، وانا راضيه، بس انا كراجل ما استحملتش اعطلها حياتها واحرمها من الخلفه، وقلت لهم ده حقها، وبالنسبه لحقوقها الماديه هتاخدها كلها وبزياده علشان ملهاش ذنب. حتى ما جاتش قدام المأذون تقول الصيغه وراه. كانت في الاوضه التانية وكان باين على صوتها وهي بترد انها منهاره. والله العظيم انا طلقتها وانا روحي فيها، وبكيت عليها في الشقه لوحدي. عدت سنه، شفتها في فرح صدفه، كانت زي القمر والكل كان بيسأل عليها لانها كانت ملفتة من جمالها. عرفت ان هي ما اتجوزتش ورافضه اي حد بيجي لها، وهي على فكره شافتني في الفرح. انا بحبها قوي ومش عارفه انساها ولا اطلعها من بالي. عاوز ارجع لها بس خايف ترفضني علشان حاسس اني كسرتها، مع انه والله العظيم كنت عاوزها تشوف حياتها وتخلف وما تتحرمش من احساس الامومه. لصاحب المشكله، لاول مره احس اني محتاجه اسمع منها. انا اسفه، كلامك مش منطقي نهائي. لو فعلا ده اللي حصل يبقى انت انسان غير مسؤول تماما، وبتتحكم فيك اهوائك الشخصيه ومزاجك، وصدقني الحياه معاك هتبقى مستحيله، مفيش فيها اي شعور بالامان، وبتهدم بيتك عادي بناء على تصوراتك الشخصيه. يعني فجاه تصحى الصبح تقرر انك تطلقها، وكمان تروح وتجيب المأذون بافتراض صدق روايتك. يعني المفروض تقعد معاها وتتكلم وتاخدوا القرار سوا، انما اللي عملته ده دي تصرفات مراهقين. وفي النهايه بتمنى لك حياه سعيده.